طيب ممكن نشرح شوية احنا بنعمل ايه. بقسم الوش ده ل3 اشكال اساسية: شكل مثلا شعرها، وشها، وابص عليه بطريقة معينة بحيث ان انا بختصره لأقرب شكل هندسي، وشيب مثلا رقبتها، من غير اي تفكير في الكتل خالص، انا بس بفكر في الاشكال. شكل جسمها هو عبارة عن مثلث كده، وجسمها من تحت عبارة عن برضو مستطيل. بصوا دي الاشكال الاساسية اهي، وفوق كل ده ممكن احدد كده بالاسود واختصر الاشكال دي لاشكال اصغر كمان. يعني ده شكل وشها، هو عبارة عن اضلاع عاملة كده. رقبتها مستطيل، بس مستطيل تخين من فوق رفيع من تحت. كتفها مثلث معوج، وجسمها مستطيل بس معوج برضو. الشعر عبارة عن رقم 3 كده، ومثلث. مثلث ده بشكل قبة، وده نص دايرة وده نص دايرة. لازم ابدأ ابص على الاشكال بشكل بسيط قوي كده. الودان شكل بيضاوي، النضارة شكل بيضاوي او دورية. بس انا مش هدخل في تفاصيل الودان والنضارة دلوقتي، انا هرسم الاشكال بس الاساسية دي. حتى لو انا مش عارفة ارسم الشكل ده وشايفاه معقد، ممكن ابسطه. اتخيل ان هو مثلث، والمثلث ده في مثلث فوق ومثلث تحت، والمثلثين دول متوصلين ببعض. ده ابسط حاجة ممكنة. فانا باجي ارسم دلوقتي المثلث اللي فوق، ومتوصل كده بالمثلث اللي تحت بمنتهى البساطة. طيب بعد كده احنا عارفين ان في مستطيل تخين من فوق ورفيع من تحت اللي هو بتاع الرقبة. بعد كده احنا برضو عارفين ان الجسم عبارة عن مثلث معوج مع شكل من هنا كبير ومن هنا صغير كده. طيب الشعر جاي من هنا واخد مثلث، وبعدين بومبي، وبعدين بومبي تاني. مجرد اشكال هندسية بسيطة جدا. والودان شكل بيضاوي. طيب ابدأ احط النضارة دورية ودورية. الاشكال اللي هي بقى ابسط برضو لازم احددها. اللي هي ايه الاشكال الابسط؟ اللي هي النضارة هي اصلا اوريدي متحددة، واللي هي المناخير عبارة عن مثلث. الودان شكل بيضاوي. البق عارفين شكل ورقة الشجر؟ اقرب حاجة للبق، او ممكن نختصره الشكل بيضاوي خلاص. طيب العين عبارة عن مثلث. وهحط برضو الاشكال البسيطة دي جوه الشكل العبثي اللي انا عملته ده. نحط مثلث للعين كروكي، مثلث للعين كروكي. هحط مثلث المناخير ده. هحط الشكل البيضاوي بتاع البق. هحط الشكل البيضاوي بتاع الودان. وده الشكل الكروكي بتاع الرسمة بتاعتي. ممكن امسح ده. بعد كده هبدأ اخفف الخط ده خالص. هنا انا في مرحلة الشيبس. ايه قصدي بالشيبس؟ يعني دايرة، مثلث، مربع، الحاجات البسيطة دي، يعني شكل 2D.
طيب ايه الفرق بقى بين الشيبس وبين الكتل؟ الكتل هي 3D اسمها فورم، فاحنا المرحلة الاولى هي مرحلة الشيبس، المرحلة التانية هي مرحلة الفورم. ببدأ اشوف النحت او الفورم بتاع الحاجة. يعني ايه بقى فورم؟ يعني مش دورية بقى، لا كورة، مش مربع، لا مكعب، مكعب وليه خطوط كده بتبين ان هو مجسم، مش مناخير عاملة كده ومسطحة، لا مناخير ليها ليها نحت، ليها سمك، ليها خطوط بتبين انها 3D. فانا دلوقتي هبدأ انقل الاشكال اللي في الصورة، بس المرة دي بقى وانا بنقل انا بركز في الفورم بتاع الحاجات. ماشي نايس. هحط فين الخطوط السوداء؟ احطها في الاماكن اللي فعلا لونها اسود. يعني هقوم عاملة فتحة مناخير دي غامقة كده، هحط الخط هنا، الخط ده غامق هبدأ احط ده هنا. بقلد الصورة اكتر في الخطوة دي، وانا بقلدها برضو اراعي موضوع الكتلة اللي احنا قلنا عليها اهو. كل حاجة ليها كتلة، البق ليه كتلة، السنان. انا طبعا عملت تغيير في الشكل بس مش مشكلة، انا بلعب على اللي انا عملته عادي. الاسود بيتحط في الاماكن اللي لونها اسود فعلا. كتلة العين بقلد وفي نفس الوقت براعي موضوع ال 3D اللي احنا قلنا عليه. حتى الوش نفسه في عظمة هنا، عظمة الحاجب لازم اراعيها، عظمة الخد الحتة دي داخلة لجوه كده. هبدأ احدد اهو، ببدأ بقى احط التفاصيل بتاعة الشكل. احاول يبقى فيه قدر برضو من العشوائية عشان الرسمة تبقى مختلفة عن الصورة الأصلية، وممكن تبقى لذ كمان. حاسة اني عايزة اطول الرقبة شوية. ده باختصار اللي انا بعمله، باختصار شديد جدا.